مرحبا بكم في خيمتي. اليوم جيتكم بوصفة لي بيني بعجينة واحدة. درت بها نوعين من لي بيني يجوا بنان وخفاف وما يطلبوش بزاف مكونات. المقادير موجودة في كل بيت، ما عليكم غير تقعدوا لآخر الفيديو باش تعرفوا الطريقة. أول شيء في الريسيبيون حطيت 600 غرام من الفارينة، قريصة من الملح، مغرفة تاع السكر ومغرفة من خميرة الخبز. نخلط النواشف مليح ونكسر عليهم حبة تاع ولاد الدجاج ونكمل نخلط بيدي. نطمها بكاس حليب يكون دافي، ونكمل نطم العجينة بالماء دافي. العجينة ما تكونش يابسة، تجي شوية متلوقة وتلصق شوية في اليد. هكذا نكمل نطمها. شوفوا نتحصلوا على هاد القوام. نغطيها ونخليها تخمر حوالي 30 دقيقة. هنا بعد ما خمرت لي العجينه نحبط لها الخميره ولا نكسرها لها، نرش شويه تاع الفارينه باش ما تلصقش في يدي، ونطمها ونحلها فوق ان بلون دو طرافاي اللي كنت رشيته بشويه تاع الفارينه. نحلها بالغولو هكذا بالحلال، نقطع دوائر بالطابع ونستفهم في سنيوه اللي تكون تانيك مرشوشه بالفارينه، ونخليهم يرتاحوا حوالي 15 دقيقه. بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعي للمره الثانيه، هنا نبدا نسخن كميه من الزيت في مقله تكون شويه غامقه، ونحط الحبات تاع لي بني تاوعي يتقلاو، ونبدا نرمي عليهم الزيت غير بالمغرفه حتى ينتفخوا معايا. نقطرهم في كسكاس ونخليهم يبردوا شويه. هاد الوصفة نقول لكم ديروا لها حفظ، لخاطر رانا مقبلين على مشارف الصيف ويولموا بزاف، سورتو مع وليداتنا يحبوا ياكلوا هاد لو جوغ تاع المعجنات. دونك نعمرهم بشويه تاع المعجون تاع الابريكو ونحطهم في السكر. شوفوا كيفاش يجوا فارغين من الداخل. بالنسبة اللي بيني اللي درتهم بالشوكولا، أنا زدت قبت العجينة بالطابع صغير ونبدأ نقلي فيهم كيما الأولين، ونرمي عليهم الزيت حتى ينتفخوا. كي يبردوا شوية حطيت شوية من لاباطا تختيني شوكولا، تقدروا تستعملوا أي نوع من الشوكولا اللي تكون متوفرة عندكم. ودردرت عليهم شويه من البيبيت دو شوكولا. نتوما تقدروا تستعملوا اللي ما عندوش كامل الشوكولا يقدر يستعمل شويه تاع السكر برك، وهاي ديك النتيجه. ايوا القهوه العصر كوم غوتي لولادنا، خاصه راهم في فتره امتحانات. في الاخير ما تنساوش تخليوا الكومونتير يفرحني ويشجعني، وابونيو.